السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو لكل واحد موجوع وحزين، هذا الفيديو لكل واحد مهموم، هذا الفيديو لكل واحد أصابته مصيبة. فقط بطلب منك أنك تركز على كل كلمة رح أقولها، وإن شاء الله ينسر قلبك من بعض هالكلمات. خلونا نبدأ الفيديو على بركة الله. إخواني، الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لكن في المقابل يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن. الله سبحانه وتعالى بيحب يسمع صوتك انت وعم تشكره في السراء، بيحب يسمع صوتك انت وعم تتضرع له، انت وعم تبكي بين ايديه في الشدائد والمحن والمصائب. فإذا غفل العبد عن ربه ابتلاه. فإذا غفلت عن الله سبحانه وتعالى إنك تشكره في السراء أو تتضرع له في الضراء، ابتلاك قاعدي. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك. الله سبحانه وتعالى بيحب يسمع صوتك يا جماعة، بيحب يسمع صوتك. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظنيت بربك خيرا كان عندك أمر ما فوالله لن ترى في هذا الأمر إلا الخير. فأحسن الظن بالله، أحسن الظن برب لم يزل دائم الإحسان برا لم يمل. لهون بكون انتهى هذا الفيديو الجزء الأول، في أجزاء تانية إن شاء الله، ولكن بدي رأيكم في التعليقات، ولا تنسونا باللايك واشتراك، والسلام عليكم.